واخيرا غنهضر على الموضوع اللي كيعجبني وكنفهم فيه من بعد سنوات ديال البحث والتجربه. حيت كيف ما كنعرفوا البحث ما تيكفيش، خاصك ضروري تجرب. اليوم نعطيك الخطه ديال خساره الوزن بالنسبه للرجال. قبل ما نعطيك الخطه ديال الخساره ديال الوزن، اجي نعرفوا السلبيات ولا المشاكل اللي كتجي بها السمنه، بحال امراض القلب والشرايين، الضعف الجنسي، ارتفاع ضغط الدم الى اخره. ولا كنتي غليظ غادي تعرف المشاكل الاجتماعيه اللي كتجي بها السمنه. الا كنتي غليظ انت راك عارف هاد المشاكل هادو، ما نحتاجش نقولهم لك. مادام دخلتي هنايا راك عندك رغبه واخا ضعيفه ولا قليله باش تبدل الجسم ديالك. على بركه الله نبداو الخطه. غنقسم هاد الخطه لثلاثه ديال المراحل ساهلين باش تطبقهم وعندهم تاثير كبير. الواد باريتو 80% ديال النتائج كتجيب 20% ديال المجهود. في هذا الفيديو غنعطيك 20% ديال المجهود اللي غتجيب بها 80% ديال النتائج. حل معايا واحد القوس. هاد الخطه خاصك تطبقها باستمراريه، ما كاينش داك التخربيق ديال خساره الوزن في شهر. كل زيتونه في النهار. هاد الخطه غتعطيك جسم احسن، تركيز اكثر، مناعه اقوى، وهذا الشيء مع الوقت بطبيعه الحال. سد القوس. اولا السكر بغيتك دير معاه قطيعه. قبل ما تبدا هاد الخطه هادي، السكر غدير عليه كروه ما سوقيش. هذه من الركائز ديال الخطه ديالي. الا كنتي ما قادرش او بلغه اخرى ما عندكش القلاوي ديال النحاس انك تحيد السكر، بلا ما تكمل هذه الخطه هذه. خليك حبس هنايا وخرج سير تفرج في حاجه اخرى. السكر من الركائز اللي مصايب بهم انا هذه الخطه هذه. ما نحتاجش نقول لك المساوئ ديال السكر ولا السلبيات ديال السكر، غتعرفهم فاش غتقطعوا. وباش نسهل عليك شويه غادي نعطيك التجربه ديالي مع السكر وكيفاش قدرت نقطعو. 2021 في البدايه ديالها بطبيعه الحال بحال اي شاب في العشرينات غادي يكون الحماس ديال انك تقطع السكر. باقي كنعقل صافي من بعد ما كناكل السكر باعتدال. قطعته في واحد الصباح فقط. قطعته. الايام اللي جات من بعد وليت في واحد الحاله صعيبه بزاف، راسي كيضرني والمزاج ديالي ماشي هو هذاك. اضطريت انني نرجع للسكر بوتيره اكبر من اللي كنت عليها قبل. اللي ما كنتش عارف في ذاك الوقت هو الطريقه اللي قطعت بها السكر ماشي هي احسن طريقه. شنو درت من بعد؟ بديت كنقلل السكر بشويه بشويه. مثلا الصباح كنت كنشرب قهوه بنص طوبه، وليت كنشرب بربعه. من بعد وليت نص ربعه. من بعد وانا نحيدو وما حسيتش بداك المشكل اللي حسيت به في الاول فاش حيدته المره الثانيه. صافي من تما كانت القطيعه ديالي مع السكر بالضبط شهر 3 2021. حتى دابا وانا كنسجل في هذا الفيديو في شهر 1 2024 ما كليت حتى شي قطعه من السكر المضاف. كنظن ما كليت حتى شي قطعه هاد السنوات كامله. وماشي زعما ما كليتهاش حيت انا مع راسي، بالعكس. دوزت واحد المده ديال شهر ديال بلا سكر، ما بقيتش كنتشهى السكر وما بقيتش كنحملو. ثق بيا ما بقيتش كنحملو لدرجه انني الا ضقت شي اتاي فيه السكر ولا قهوه فيها السكر كتجيني الرده. ثق بيا وغتولي بحال ما هكا من بعد اشهر من قطع ديال السكر. سد القوس ديال القصه الشخصيه ونكمل. المهم بالنسبه للخطه والمرحله الاولى ديال قطع السكر، اعطي راسك الوقت. ما تزربش راسك. خليك غير في المرحله الاولى، ما تدخلش المرحله الثانيه حتى تكون قدرتي انك تغلب على السكر. اعطي راسك شهر، شهرين، 3 شهور، وريفر. المهم هو تقطع السكر. فاش تحس براسك قدرتي تقطع السكر وما بقيتيش عبد ديال هذاك السم الابيض، اجي دابا ندوز للمرحله الثانيه واللي هي الصيام المتقطع. هو نمط ديال الاكل اللي كتقسم فيه نهارك على جوج ديال الفترات. فتره ديال الاكل 8 ديال السوايع، وفتره ديال الصوم 16 ساعه. كاين بزاف ديال الانماط، انا عطيتك هذا حيت انا اللي كنخدم به. الا جاتك 16 ساعه بزاف غنقول لك باللي راه 9 ديال السوايع راه كتكون ناعس فيهم، دونك كتبقى لك غير 7 ديال السوايع ديال الصوم. عكس السكر، الصيام المتقطع عندك فيه خيار. تقدر تخليه للدوام تبقى تخدم به حياتك كامله، وتقدر تحبسه فاش تحصل على النتائج. ماشي ضروري تكمل به. انا شخصيا مكمل به. دابا غنعطيك فكره عامه على الصيام المتقطع، من بعد تقدر تبحث في الموضوع. وانا شخصيا غندير فيه فيديوهات. خصني غير الوقت، حيت راه الفوائد اللي عطاني ما يمكنش نوصفها لك في جمله. ما يمكنش. ردني انسان خارق بكل صراحه. ركز معايا دابا غنعطيك كيفاش تصوم، كيفاش انا شخصيا كنصوم، وكيفاش دوزت بزاف ديال المراحل في الصوم. غلطت بزاف ديال الحوايج ودابا كنظن انني اوبتيمال. كنصوم صوم اوبتيمال اللي هو 8 ديال السوايع اكل و16 ساعه ديال الصوم. وصلت وكانت من الاخطاء وصلت ل 20 ساعه ديال الصوم و4 سوايع ديال الاكل. ولكن ما كننصحكش بها حيت ما كانتش تجربه مزيانه صراحه. اللي كنصح به هو 8 ديال السوايع ديال الاكل اللي تقدر تاكل فيها اللي بغيتي ما عدا السكر. وانت وجهك الا بغيتي تاكل الماكله ديال الجانك فود ديال الزبل هذاك سوقك. انا الخطه ديالي راه واضحه. و16 ساعه ديال الصوم اللي ما تقدر تاكل فيها والو. تقدر تشرب فيها الماء، تقدر تشرب فيها قهوه بلا سكر، تقدر تشرب فيها اتاي بلا سكر. صافي
هادشي اللي تقدر دير فيها. المهم بكل خلاصه زعما الماكله اللي ما فيهاش لي كالوري. وباش تطبق هاد الخطه هادي راه ماشي سهله، راه ماشي غتجي اليوم وغتقول صافي انا اليوم غنصوم 16 ساعه وغادي ناكل 8 سوايع. لا لا، غنصحك انك تبدا بشويه بشويه. انت غالبا دابا في حياتك العاديه غتكون كتاكل 12 ساعه وكتصوم 12 ساعه غالبا، الا كنتي كتحبس الماكله فاش كتنعس وكتفيق كتعطل واحد الساعه باش انك تاكل. نبغي منك انك تصوم غير 14 ساعه. بدا في الاول صوم غير 14 ساعه وحاول تعطل الفطور ديالك. الفطور ديالك عطلو باش توصل ديك 14 ساعه. من وراء ما تفيق خليه يدير واحد الساعه، اشرب شويه ديال القهوه بلا سكر، وحاول تعطل الفطور ديالك على اقصى ما يمكن باش توصل ديك 14 ساعه. وخليك في هذا النظام ديال 14 ساعه ديال الصوم، خليك فيه واحد شهر ولا شهرين، من بعد دير 15 ساعه حتى يبقى فيها واحد الشهر، من بعد دير 16 ساعه. فاش توصل 16 ساعه تقدر تبقى فيها تتحصل على النتائج، ومن بعد تقدر دير اللي كيسلكك واللي بالك. فهاد 16 ساعه اللي انت ما كدير فيها ما كتاكل فيها والو، الجسم ديالك راه خدام. كيف ما قلت في البدايه ما غاديش نتفرع بزاف في الصيام متقطع، سينو راه غنكون الفيديو فيه ساعه ولا اكثر، غنخلي من بعد وغنهضر عليه. اللي خصك تعرف دابا هو ان الصيام 16 ساعه والاكل ديال 8 سوايع غادي يعطيك نتائج خارقه في الوزن ديالك، وغادي تهبط الوزن ديالك بواحد الصوره ملحوظه. والخطوه الاخرى اللي غنختم بها هي الرياضه، ماشي اي رياضه، كمال الاجسام. علاش كمال الاجسام مزيان لخساره الوزن؟ حيت انت كانسان غليظ الجسم ديالك كياكل اكثر ما كيحرق، عندك الفائض ديال لي كالوري. مثلا كتاكل في النهار 2000 كالوري ولكن الجسم ديالك كيحرق غير 1500. هذيك 500 اللي كتشيط كيخزن الجسم ديالك على دهون، على حساب دهون، ودوك الدهون هما اللي كيغلظوا. هادشي بكل بساطه الخشيبات، هادو هما الخشيبات ديال علاش انت غليظ. الا بغيتي تضعف عندك جوج حلول، ما كاينش الحل الثالث، هي تنقص من لي كالوري اللي كتاكل، هي تزيد في الحرق ديال لي كالوري. والحديد غيخليك تزيد في الحرق ديالك لي كالوري، غتولي واخا تاكل ديك 2000 كالوري الجسم ديالك غيولي يحرق 3000 ولا 2500. علاش؟ حيت الحديد الا دخلتي ليه كمبتدئ غتبني عضلات بكل سهوله، غتبني عضلات واخا تكون كتريني غلط ما كيهمش. انفو غدير شويه المقاومه العضليه كمال الاجسام غيتبناو لك عضلات. هاد العضلات هادو المانتونونس ديالهم باش يبقاو اشنو خصهم دي كالوري، خصهم دي الانرجي، خصهم الماكله. دونك الجسم ديالك غادي يولي كيحرق اكثر حيت انت غتولي عندك عضلات اكثر. وبهاد الحيله البسيطه غادي تقدر انك تهبط الوزن ديالك بلا ما تحتاج انك تلعب في الماكله ديالك ولا تنقص في لي كالوري ولا شي حاجه. نعطيك نصائح بالنسبه للحديد، هادو حتى هما بين قوسين، حيت مؤخرا كنشوف انا شخصيا كنشوف في لاصال بزاف ديال الدراري الصغار كيترينيو بدي بروغرام ديال كنشوف بزاف ديال الدراري الصغار كيترينيو بدي بروغرام ديال الابطال ديال مستر اولمبيا ولا ابطال ديال المغرب. وهذا اكبر غلط ممكن ديرو في حياتك. علاش؟ هذاك البطل اللي انت كترني البروغرام ديالو سيغمون واخد الهرمونات، والهرمونات كتخلي عندك واحد القوه اكثر بثلاثه المرات من القوه العاديه. انت كانسان عادي تياكل المرقه وكتريني بداك البروغرام غادي دير واحد الاجهاد عضلي ما يمكنش تخيلو، وغادي توقع في لانفيرس. الجسم ديالك غيولي فيه الاجهاد العضلي وغيولي يهدم العضلات ماشي يبني العضلات. كنتمنى تكون فهمتيني. والقوس الثاني بالنسبه للاوزان، كمال الاجسام راه ماشي هي حمل الاثقال، خصك دير فرق ما بين هاد الجوج هادو. كمال الاجسام هي انك كتحاول تزيد الماسل ديالك، الديفينيسيون والحجم ديالو، ما كتزيدش القوه ديالك. الا بغيتي تزيد القوه ديالك سير تريني اخويا حمل الاثقال. كمال الاجسام كنترينيو باوزان اللي كنقدروا نضبطوهم، اوزان اللي كنقدر ندير بهم الفول موشن بالحركه، ماشي اوزان اللي كنتعصر باش انني نهزهم ولا كنتحاد مع الدري صاحبي اللي كيهز اوزان اكثر مني. بخلاصه ما تقارن مع حتى شي واحد في الاوزان، حيت انت هذاك الشخص ما عارفوش واش كياكل دي سابليمنت، واش كيدير دوباج، حيت هذا الشيء كيبدل بزاف. انسان كيدير دوباج ماشي هو انسان عادي كياكل المرقه. حاول دير هادي في بالك صافي، ما غنكونش خايف عليك. الا درتي في بالك هاد جوج ديال الحوايج اللي عطيتك دابا في كامل الاجسام ما نخافش عليك، غتكون مزيان. غنخلي تحت هذا الفيديو هذا واحد البروغرام ديال لي بيجنر، ديال الناس اللي يلاه بادين كمال الاجسام، مصادق عليه من طرف دكاتره عالميين. هذا البروغرام هذا تيعطيك بالتدريج الا كنت يلاه بادي اشنو خصك دير. الا درتي 6 شهور ها كيفاش خصك تولي تريني، تقدر تتبعو. وخلي ديما البروغريسيف اوفرلود، تريني بواحد الوزن من بعد غادي تطلع بشويه بشويه باش العضلات ديالك يكتسبوا حتى هما الحجم ديالهم. المهم غنخلي لك اللين ديال هذا البروغرام في الوصف. لا تبعتي بداك هاد 3 ديال الخطط اللي عطيتك، 3 ديال المراحل، انك تحيد السكر، دير صيام متقطع، تدخل تريني باعتدال وبدوك الضوابط اللي عطيتك. ثق بيا مع الوقت غادي تبدا تحس بالجسم ديالك بدا كيكتسب واحد العضلات واحد الجماليه. ما تقارنوش مع شي جسم اخر. الانستغرام في هذا الوقت هذا عامر بالفيك ناتشورال. هاد الفيك ناتشورال هو مصطلح تيقولوا الامريكانيين على هذوك الناس اللي كيدعيوا راسهم انهم ناتشورال وهما
المؤخره ديالهم مثقبه اشد التقابي بالهرمونات. والمغرب للاسف اغلبيه الاجسام اللي كتشوف في الانستغرام ماشي طبيعيه، وكيكذبوا وتيقولوا على راسهم طبيعيين. انا ما عرفتش علاش هذوك الاجسام اللي كتشوف في الانستغرام اغلبيتهم ماشي طبيعيين. دونك ما تقارنش راسك معاهم، قارن راسك مع خليك تثق في الخطه، خليك تثق في البروسيسوس، خليك تثق في الخطه وخليك تثق في البروسيس. ديما ثق في البروسيس ونسى النتائج غتجي 100% مع الوقت. جات الوقت باش نقول لك الفيديو سالا تهلا في راسك.